مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. بما انه رمضان راه على الابواب حبيت نجيب لكم خبز الزيتون، وصفه ناجحه ومضمونه، صدقوني يجيكم خفيف لدرجه اللي ما تصورش. بالنسبه للمكونات نحتاج بطاطا ياغورت ناتور، يعني الباطا هذه راح نكيلو بها كل شيء. نزيد عليها باطا نتاع زيت، باطا حليب اللي كانت دافيه، مغرفه تاع خميره الخبز ومغرفه نتاع السكر. نخلطهم، مغرفه صغيره نتاع الملح، حبه بيض، ونخلط كل شيء حتى يتجانس. نزيد هنايا الفرينه. بالنسبه للفرينه تبقى كل نوعيه وكيفاه، لكن حاولوا انه العجينه تاعكم ما تنشفوهاش بزاف، خاطر اذا كان نشفتوها الخبز تاعكم ماهوش راح يجيكم خفيف. نزيد عليها ساشي تاع خميره الحلوى من وزن 10 غرام. هنا راني نعت لكم بلي العجينه راهي تلصق في اليد. نعجنها حوالي 5 دقائق حتى تولي ما تلصقناش في اليد. ندهن البول تاعي بالزيت ونحط العجينه تاعي باش تخمر. مده الاختمار راح تكون 15 دقيقه. بالنسبة للتزيين راح يكون التزيين الاعتيادي تاع خبز الزيتون، يعني راح يكون فيه الزيتون، فرماج، البيض اللي خلطت له شويه نتاع حليب، واكيد شويه تاع جنجلان ابيض واحمر، وشويه تاع سينوج. بعد ما خمرت لي العجينه 15 دقيقه نجي هنايا نعجنها حوالي دقيقه ونقسمها على 3 قروص. انتم ما تقدروا تقسموها على 3، تقدروا تقسموها على 4 قروص اللي يكون الحجم تاعهم صغير. نقرصهم هنايا في البلا، تقدروا ديروا ورق الطهي. نقرصهم السمك تاعهم يكون متوسط، ما يكونوش رقاق بزاف، وفي نفس الوقت ما يكونوش طالعين بزاف. بالنسبة للتزيين يعني كما راه واضح، تقدروا ديروا خطوط بالموس، تقدروا تستغناو عليهم. نطيبوهم في فرن مسخن من قبل على درجة 180 درجة، يحمروا لنا من تحت. نعاودوا نشعلوا لهم من فوق يديو اللون اللي ساعدكم ونخرجوهم. كي نخرجوهم من الفور لازم نغطيوهم بطرشونه، يعني اي مخبوزات تديروهم كي تخرجوهم من الفور غطيوهم بطرشونه باش يبقاو لكم خفاف. هذا هو الشكل النهائي تاع وصفة اليوم. نتمنى انه تكون نالت الاعجاب تاعكم. اذا كان عجبكم الفيديو، اذا كان عجبتكم الوصفة، ما تنسونيش بالدعم تاعكم. دمتم اوفياء، الى فيديو اخر باذن الله. بسلامة.